ريال مدريد يكتسح ليفربول وفي ملعب الأنفيلد. شاهد الفيديو للآخر عشان تعرف شو اللي صار في المباراة. تمام يا شباب، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. وياكم أخوكم نواف من مدريديستا رينجرز. خليكم جاهزين على المباراة وتفصيل المباراة كاملة. تمام يا شباب، نقول بسم الله. نبدأ بليفربول. ليش ليفربول تقدم بالنتيجة 2-0 من البداية، من أول 15 دقيقة؟ شيء طبيعي يا شباب، لا تكبرون الموضوع ولا تقولون ان دفاع ريال مدريد كان سيء. لا لا، هم جايين من فوزين وهم اوريدي يعني ترتيبهم متدين، فلازم يشدون حيلهم. وهم اصلا جايين على اساس الانتقام، جايين ينتقمون لريال مدريد. فهذا شيء، اول 15 دقيقة اي حد ممكن يستقبل جولين ضد هذا الفريق. تمام يا شباب. بعدها ريال مدريد لعب على الخبرة طبعا. الخبرة لعبت دور، وأنشيلوتي غير في الوسط، قال لهم شوي شدوا حيلكم لأن الوسط كان شوي متدهور، وألابا كان سيء جدا سيء جدا جدا. فتغيير ألابا كان ممتاز جدا لريال مدريد، ولعب ناتشو صراحة كان ممتاز. وعندنا كامافينجا بعد ما دخل ناتشو تم يعني يتحرر أكثر ويلعب أكثر بزيادة يعني للأمام. كان قبل يساعد ألابا، بس الحين بعد ما لعب ناتشو قام يتقدم. وعندنا مودريتش، كان لاعب صراحة خرافي البارحة. بس الاستثنائي صراحة اللي هو فينيسيوس شو سوى في شو اسمه ألكساندر وغوميز وفان دايك فوقهم بعد. شو سوى فيهم؟ شو ما قولوا شو ما سوى فيهم. شوفوا يوم ما يكون ضد عنصرية أو أي ضغط يكون ممتاز جدا. شفتوا انتوا، صنع جول وياب جولين وتسبب بفاول ومن منه يابوا جول. أكثر عن شي شو تبون من هذا اللاعب؟ يعني الصراحة اللاعب خرافي، وأنا أتمناه إن شاء الله يعني يبتعد من العنصرية هاي اللي ضده ويشد حيله أكثر في الأيام القادمة. تمام يا شباب. وخلونا نتكلم عن كريم بنزيما. كريم بنزيما هو كريم بنزيما، لا تقولوا لي إنه اللاعب يعني قصر ولا شيء. هدفين ضد ليفربول، يعني يطلع في الأوقات الحرجة موجود. 5-2 يا شباب. يعني مباراة خرافية كانت بالنسبة لريال مدريد، وفضيحة بالنسبة لليفربول. تمام يا شباب، أرجو إني ما طولت عليكم. وياكم أخوكم نواف. لايك شير سبسكرايب، لا تنسونا بالدعم. سلام.